يلا يلا بينا مع مروة. أهلا أصدقاء قناة مع مروة. النهاردة الحلقة مختلفة. الحلقة في وسط الأرض، في وسط الريف، في وسط القرية الريفية، من جمالها، من المناظر الجميلة، من الخضرة الرائعة. برسيم شايفين، فول أخضر شايفين، غلة شايفين. وكمان هنتكلم على حاجة مهمة جدا تعتبر هي إيد الفلاح المصري، ألا وهي الحصان البلدي. بس صراحة يا جماعة أنا ما عنديش معلومات قد كده، فعشان كده أنا استضفت معايا النهاردة صاحب قناة وفر في بيتك منوعات، الأستاذ باسم بدر. اشمعنى هو؟ لأنه هو حد مهتم قوي 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 بالحيوانات وكمان بالزراعة. هو هيعرف بنفسه وهيتكلم كمان عن الحصان البلدي. أهلا بيك يا أستاذ باسم. اهلا وسهلا بك يا استاذه مروه، واهلا وسهلا ومرحبا بكل متابعي قناه مع مروه، القناه الجميله، القناه المفيده، القناه اللي احنا بنقدم لها كل الدعم وكل الحب، القناه اللي كلها تفاؤل، القناه اللي بتقدم الريف المصري في ابهى صوره واجمل صوره، سواء كان في محافظات وجه بحري، وباذن الله في القريب هيبقى في محافظات وجه قبلي. النهارده موضوعنا عن الحصان البلدي. في الحقيقه ما ظهرش صراحه، هو لسه ما ظهرش، هو هيظهر كمان شويه عشان عاملين مفاجاه. الحقيقه ان الحصان البلدي او الحصان المصري وجه خاص، هو خليط ما بين عده سلالات وعده انواع مختلفه من الاحصنه، ويغلب على دمه الحصان العربي مع الحصان البربري الموجود في دول المغرب العربي. واختلط هذان النوعين بانواع من الحصنه التي قدمت لنا عبر الغزوات من اوروبا. اختلط هذه الانواع مع بعض وشكلت نموذج فريد من انواع الخيول. يعني الحصان اللي قدامي ده نقوله عليه حصان بلدي؟ حصان بلدي، حصان بلدي مصري اصيل. الحقيقه ان الحصان البلدي المصري هو خليط ما بين عده انواع، ولا نستطيع ان نقول ان الحصان البلدي المصري هو نوع نقي، لأن الأنواع النقية تتميز بتوحد الصفات، سواء كانت صفات جسمانية، سواء كانت صفات اللون، الحجم، المظهر الخارجي وخلافه. الحصان البلدي هو خليط ما بين عدة أنواع، فنلاحظ اختلاف اللون والحجم ما بين الصنف الواحد. يوجد حصان كبير وحصان صغير، حصان أنواع متعددة، شكل الأذن مختلفة، شكل الفم مختلف، وهذا نتيجة طبيعية للتهجين الذي حدث بين عدة الأنواع المختلفة. اهتم الفلاح المصري، والفلاح المصري إنسان ذكي جدا، باختيار الأنواع القوية شديدة التحمل، مع الحرص على أن تكون هذه الأنواع من الأنواع التي تتحصل على علف قليل مع أداء عمل كثير جدا، مع إهمال المظهر الخارجي. وبعدين كمان هو قابل للتدريب، لأنك دلوقتي هتشوفني وأنا بدربه إزاي يسلم. قابل للتدريب طبعا لأنه ذكي جدا. احنا قلنا ان الفلاح المصري اهمل صفة الشكل وصفة جمال التكوين الجسماني مع الاهتمام بصفة قوة التحمل وقلة الأعلاف، فنتج عن ذلك سلالة قوية جدا قادرة على تحمل العمل الشاق مع أكل كمية بسيطة جدا من المغذيات في العلف. وكان شكل الحصان البلدي المصري غير جذاب، ولكنه فعال جدا في العمل. شايفة عودة الفلاح تاني للحصان، رجع تاني ان الحصان ده اصبح حاجة مهمة جدا في كل بيت دلوقتي، كنا مفتقدينها من فترة، مش عارفة نتيجة ايه، بس انا شايفاه الايام ديت بقى ايده بقى وسيلة مواصلات بالنسبة له، بقى عليه عبء كتير قوي الحصان ده. يعني في كل حاجة، في كل حاجة دلوقتي بيستخدموا الفلاح في حاجات كتير في حياته. تمام، هو ده نتيجة مثلا عشان اكله بسيط؟ في الحقيقة زي ما بقول لك دايما يا دكتورة مروة أو أستاذة مروة، إن في المحنة منحة. الأزمة اللي احنا بنمر بيها وارتفاع أسعار الوقود مع قلة السيولة المادية عند الناس، الناس بدأت ترجع تاني للأساليب البدائية قليلة التكلفة. ومن أهم هذه الأساليب سواء كان في الحمل أو التنقل أو حراسة الأرض أو الأعمال الزراعية هي الخيول والبغال والحمير أو الأنعام، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. عودة الفلاح مرة أخرى لاستخدام هذه الحيوانات سيؤدي إلى عوامل خير كتيرة جدا للبلاد والعباد. أنا متفائلة، أنت متفائل؟ متفائل جدا 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 جدا، لأن احنا مع مروة. شكرا. لا انا متفائله جدا، لان انا شايفه الناس بترجع للحاجات الذكريات الجميله، والذكريات ديت ما بترجعش تاني الا اذا كان فعلا هي كان فيها الخير، فبالتالي احنا حاسه ان احنا في طريقنا للعوده الى الخير. ما تنسوش بقى الاشتراك مع قناه مع مروه، وكمان التعليقات الجميله اللي انا بستناها عشان ارد عليها.
ودايما مع بعض في حلقات كتيرة عن الحصان البلدي وفي كل ما هو جديد، سواء كان في محافظات الوكي البحري أو محافظات الوكي الإبلي، أو كمان في قناة الأستاذ باسم. وفر في بيتك منوعات لنا زيارة للقناة ديت مخصوص عشان نشوفوا قد إيه الخير موجود، وقد إيه الإنسان ممكن يستطيع أن يجهز كل حاجة من بيته وجوه بيته بأقل التكاليف. يلا سلام عليكم. يلا